هو البعد الفلاحي، البعد الاقتصادي الفلاحي. راس العام تقويم الأمازيغ إذا راس يخفوا سكواس، يخفوا سكواس، يخفوا سكواساكي معناتها عنده مقاصد كثيرة أبعاد، منها كيدور هذاك من سي يناير 7 يسوفار. ما معناه 7؟ هذه الحمص، هذه اللي جيل فانت، هذه اللي 7 شو ذا الفال. ان شاء الله يعني سكواس هذه اللي ذا سكواس مربوح، ذا سكواس يسعى البركه، ادي يفكى ربي لهوى، ادي يرنو ربي لهنا. هذا شوي لانديس يرنا حتى البعد الصحي. حبينا نتكلموا شويه لولا الزمن لفصلت في كثير من المسائل. البعد الصحي، عالم اليوم الأطباء في العالم يقول الغذاء مدمر للصحة. كثير من السرطانات سببها الغذاء، الماكلة. وراهم يقولوا بيو بيو. ما معنى بيو؟ معناها انه غلط تجديد. نعم صافي النايره غير يستحفظ كانوا اني السين القيمه الغذاء الماكله سيلي زديه طبيعيه انحمل كال حب التراب. هذا حاجه كبيره بزاف. تحمر ذاك ليك ما تحرز ذاك لنجدك، تحمل ذاك لنجدك، اتزوض اتزرعوض تربط السفك ليك، اتخمط فلاح. الآن الاستراتيجيون في العالم يتحدثون عما يسمى بالأمن الغذائي. أنعمه المجتمع الذي يؤمن غذاءه لا خوف عليه، ولا يتحقق ذلك إلا بحب التراب وخدمة التراب. نخدم ثا فلاح ثكال يناير أغي السلمذ الشياقي أثنغار طاسي قلنا ديك الخير ضم قران داك الروج. إذن والتقويم أو البعد الفلاحي أطاس بولي قلنا ديكس، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكذا وليو كوني حرز ربي، كوني فنفك ربي السر اللي سر ثلاثا السر جي غاول هنا أرثي مليليث.